اما نشوف هنلاعب مين في ربع النهائي كده. أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض. تفتح مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا من الأفياء. وبعد ما طحنا بنيوكاسل من ضربات الجزاء بمجموع 6-2، جه الدور النهارده على اتلتيكو مدريد دييجو سيميوني. صوت صفير البلبل هيج قلبي. وهنا معانا طريق دوري الابطال من ربع النهائي، هي نفس الفرق اللي صعدت في الحقيقه، هي نفس الماتشات: برشلونه، اتلتيكو، سبورتنج، وارسنال، وباريس، وليفربول، والريال، وبايرن. فمش عايزين نطول، يلا بينا نخش على الماتش. وهنا اتلتيكو مدريد كان بدأ يسخن الماتش وبيلعب كرة بالعرض على حدود 18 وبيخش يودي، لكن الدفاع بيخلصها. برد عليهم بهجمة في الدقيقة 20 عن طريق لامين اللي بيروح من على الطرف ويلعب العرضية لليفاندوفسكي واللي بيحط الهدف الأول. وهما كمان بيردوا علينا بهجمة عن طريق كرة من سيميوني لسورلوس لكن بتطلع بره، وبتجيلي ضربة مرمى المفروض ان انا اشوطها بعيد او ابصيها، لكن بديها لسورلوس ابن وبحط فيها جول. وبنروح بهجمة عن طريق بدري من على الشمال، بيطلع لبره ويضم يخش 18 ويودي الكورة لكن الحارس بيصدها. وهنا بيصفر الحكم بنهاية الشوط الأول 1-1. وأول هجمة في الشوط التاني بتكون عن طريق كرة طويلة من أتلتيكو مدريد للأخ سورلوس، الله يبعده عننا، ولكن الحارس بيصدها. وبنروح احنا كمان بهجمة عن طريق بدري على حدود 18 اللي بيخش ويودي ار2 وبيحط الهدف التاني لينا، وكده بنتقدم على أتلتيكو مدريد 2-1. وهنا بعد غلطة من الدفاع بيستغلها سورلوس ابن يحط التاني والتعادل، الله يخرب بيتك يا شيخ. وهنا الحكم بيصفر بنهاية المباراة تعادل 2-2 في مباراة ذهاب دوري الأبطال ربع النهائي. يلا بقى نخش على مباراة الإياب. وهنا أول هجمة في الماتش بتبدأ من عند بدري اللي بيلعبها طويلة لرافينيا وبيدوم مليوة، وزي ما انت عارف بيودي ار2 وتلبس في العارضة وتترد ليفاندوسكي ويحطها في الجول. أول هجمة لأتلتيكو مدريد في الماتش عن طريق كرة عالية بتتلعب لسورلوس ابن وخلصها في الجون، وكده بتاعته. وهنا بنسنتر بندي الكرة لامين يامال اللي بيروح بهجمة من على الطرف ويتن ومكمل ويروح لامين 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 ويرجع لورا وخش بقى وخش منطقة الجزاء ويودي ار2 لكن للأسف الحارس بيصدها. وبنروح بهجمة تانية عن طريق فرينك ديونج اللي بيخترق ويباصي ليفاندوسكي لكن المدافع بيخلصها. وبنروح بهجمة عن طريق يد ليفاندوسكي اللي بياخد الملعب بالعرض ويرد تاني ويلعبها لداني اولمو وبتتقطع منه وبتروح لبدري اللي بيودي كورة لكن الحارس بيصدها. وبعدها الخصم بيحاول يروح بهجمة مرتدة لكن الحكم بيصفر نهاية الشوط الأول بنتيجة تعادل 1-1 مجموع الماتشين 3-3. وبنبدأ الشوط التاني، الكورة بتوصل لبدري اللي بيتمشى بيها شوية في نص الملعب وبعدين يلعبها لمين اللي بيديها لجواو كانسيلو وبيديها لمين تاني وبيديها لجواو كانسيلو تاني وبيديها لداني اولمو بعدها وبيضم ويروح يدي الكرة لليفا اللي بيشوط والحارس بيصدها للأسف. وبنروح بهجمة تاني من جواو كانسيلو لامين يامال لداني اولمو اللي بياخد الكورة وبيروح على 18 ويودي ار2 لكن للأسف بتخبط في العارضة، مش عارف ايه الحظ الخرا ده. وهنا اتلتيكو مدريد بيكون رايح علينا بهجمة لكن بدري بيقطعها وبيروح بالكرة وبعدها بيديها لامين اللي بيطلع بالكرة بيروح لامين وبيلعبها لليفا اللي بيخلص في الجون ويحط الهدف التاني في الدقيقة 72. وبنعمل تبديل بنطلع اولمو وننزل فيرمين. وهنا اتلتيكو مدريد بيروح معانا بهجمة بيعمل تيكي تاكا توكو توكو وبيلعب كام باص لحد ما يوصل ل 18 لكن لعيبتنا بتقطعها وصفر الحكم نهاية الشوط التاني والمباراة والفيديو. وما تنساش تعمل سبسكرايب لكم وتشيل الفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفك في النص النهائي. سلام. سلما لكل مسالم، سلما لكل مسالم. طول الصوارم كي تستعد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم.